غدا سهل وسريع، وكمان بربع كيلو لحمة هتعملي وليمة. معايا هنا طاسة على النار فيها شوية من الزيت، نزلنا ببصليتين كده متوسطين متقطعين صغير، هنقلبهم كده مع بعض تقليبة حلوة ونشوحهم، مش هنحمرهم خالص، احنا هنديهم بس تشويحة كده في الزيت، وهنزل عليهم بقرنين كده فلفل حلوين ونقلبهم مع بعض كده يتبالوا سنة. وبعد كده هننزل باللحمة بتاعتنا. عندنا هنا ربع كيلو من اللحمة. أكلة سريعة وسهلة ومبتاخدش وقت خالص، يعني 10 دقايق تكوني خلصت الأكل. نزلنا بربع كيلو من اللحمة المفرومة وهنقلبها كويس مع البصل تقليبه كده حلوه لغايه لما تتعصق كده معايا، والنار عاليه عشان ما تنزلش معاكي ميه. تقلبتين تلاتة هتلاقي دخلت معاكي في السوا كده على طول. بعد بقى ما تخش معاكي في السوا هنتبل اللحمه بتاعتنا وملح وفلفل كده وشويه بهارات لحمه يظبطوا الكلام، وبس كده مش هنزود اي حاجه تاني. كده اللحمه بتاعتنا اتعصجت واتبلت. بعد كده هنزل عليها كده بطماطميتين كده وسط متقطعين صغير، يدوها كده يعني زي صوص كده وطعم حلو برضو. واقلبهم مع بعض لغاية لما القوطة تدبل معايا شوية. وبعد كده هنحط بقى مكون كده حلو هيخلي الاكلة بتاعتنا جامدة جدا. كده خلاص اللحمة بتاعتي اتعصجت والطماطم كده دبلت معايا وبقت حلوة. هجيب بقى 3 4 بيضات كده حلوين وانزل على اللحمة بتاعتنا زي طريقة كده البلوبيف بالظبط، ان انتي لحمة بالبيض. عايزه اقولك الطريقه دي جامده جدا وطعمها حلو قوي وسريعه كده، يعني ما استعجلين في الاكل خش على طول شويه لحمه كده تشوحيهم وحط عليهم كام بضايه. عملتي اكله سريعه. وفي نفس الوقت كنت بعمل شويه بطاطس كده على النار، حطيت على البيض من فوق كده رشه ملح فلفل بسيطه خالص. وكده البيض استوى معايا، ويلا بينا بقى نطلع الاكل بتاعنا. عملنا كده زي البلوبيف بالبيض، وكمان جنبها شوية بتنجان كده مخلل حلوين، شوية بطاطس حلوين. وكده بقى مية مية نتغدى كده غدوة حلوة او عشوة حلوة. وخلاص حاجة سهلة وسريعة وكمان سهلة جدا، ما خدتش معايا وقت خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم.